كنت قاعد زهقان وقلت ادور عن اكتر فيلم بيتكلم عن واحد سايكوباتي، واحد حرفيا مجنون. النهارده هنتكلم عن اكتر شخصيه ما عندهاش ضمير ممكن تشوفها في حياتك كلها، وهتشوف خلال الفيديو ده الحاجات الكارثيه اللي الشخص ده هيعملها عشان بس يوصل للي هو عايزه. الشخص ده ما قتلش اي حد طول الفيلم، بس برغم كده شخصيته مرعبه جدا، في طمع وجشع مش طبيعي. في الفيديو ده هنتكلم عن فيلم نايت كرولر من بطوله جيك جيلينهال. انا مش كل فيديو هفضل اقول ان الممثل ده عظيم وبيتقن اي دور هو بيعمله، لا انا سيبكم تشوفوا اداؤه التمثيلي المرعب في الفيديو ده وانتوا احكموا بنفسكم في اخر الفيديو. الفيلم بيبدا وهو شخص اسمه لويس او لو كان بيحاول يسرق سور حديدي عشان يبيعه، فبيجي حد من الامن وبيوقفه وبيطلب منه الهويه بتاعته. بعدين لويس بيكلمهم كده بكل برود وهو بيبتسم وبيقول لهم انا ما عملتش حاجه، انا بس كنت بتمشى هنا. وبعدها وهو بيقرب للامن بيلاحظ اللي هو لابس ساعه وشكلها غالي جدا. اول ما بيلاحظ الساعه دي حرفيا عينه بتوسع وبتلمع كانه شاف منجم دهب حرفيا. بيقرب عليه واحده واحده وهو بيبتسم، فجاه بيتعدى عليه وسرق الساعه بتاعته. هو حرفيا سرقها من غير اي تردد او اي خوف او اي احساس بالذنب. ومعنى المشهد ده اللي هو بيورينا ان لويس شخص مريض نفسي وما عندوش اي ضمير ناحيه اي حاجه بيعملها. بعدها بيروح لشخص كده زي مدير موقع بناء وبيقنعه يشتري منه السور الحديدي ده اللي لسه سرقه، بس الشخص ده ما كانش موافق عشان كان عارف ان لويس حرامي. في الاخر لويس قال له انا عاوز اشتغل عندكم، وبيعرفه كده عن نفسه وبيقول له من الاخر كده انا واحد بتاع شغل وعندي اهداف ومش هتندم لو شغلتني معاك. بس الراجل قال له في الاخر ان هم مش محتاجين حد دلوقتي وانا مش هشغل حرامي معايا. بعدها لويس بص له كده باندهاش وتحس وقتها انه عجبه الوصف اللي هو اتقال له، وده عشان كان اول مره حد يوصفه بالوصف بتاعه الحقيقي. بعدها لويس وهو بيسوق عربيته لاحظ ان الشرطه بتعدي كده من جنبه وبيبص عليها باستغراب وبيحاول يفهم اللي بيحصل. لما نزل لاحظ ان في حد عامل حادثه بعربيته والشرطه كانت بتحاول تنقذه. بعدها بينزل من وراه اتنين ماسكين كاميرا كده ومستعجلين وعاوزين يصوروا بسرعه، وكان في واحد فيهم بيقول لصاحبه صور كويس جوه العربيه، امال انا بدفع لك فلوس على ايه؟ اول ما لويس سمع الجمله دي وعرف ان الموضوع فيه فلوس طبعا هو اتجنن. بعدها راح سال الشخص ده وبيقول له بقول لك ايه، هو انتوا بتاخدوا فلوس على التصوير ده؟ الشخص التاني بيقول له ايوه اكيد طبعا بناخد فلوس. ومن هنا لويس وهو متجنن ونفسه يشتغل زي الشغلانه دي عشان هو شايفها سهله ومش محتاجه خبره ومش متعبه، ده غير اللي هو بس هيصور حوادث مش اكتر وهياخد فلوس على كده. لويس بيروح بعدها المحل بيع كاميرات وهو راكب عجله لسه سارقها دلوقتي، وبيقنع صاحب المحل اللي هو يشتريها منه مقابل بس اللي هو يديله كاميرا من عنده وراديو شرطه. بالفعل جاب كل الادوات وجهز نفسه اللي هو اول ما يسمع اي حادثه يجري ويصورها على طول. واول ما سمع عن اول حادثه وراح عشان يصورها معرفش، كان دايما بيوصل متاخر وما كانش عارف يصور ازاي، فكل ده كان بيأخره. حاول بعدها يصور حادثه تاني وبرده معرفش، راح للحادثه الثالثه ودي كان اول حادثه هو يصورها وياخد من وراها فلوس. عارف يصور واحد ميت على الارض بس بزاويه قريبه جدا، وكان في حد تاني معاه بيصور من بعيد. ولما خلص تصوير فضل ماشي وراه وعارف ان سعر دقيقه التصوير ثمنها $300. هو وقتها فهم اللي هو ممكن يبقى مليونير من الشغلانه دي. قرر لويس يروح يعرض الفيديو ده على قناه اخباريه. بيوصل لمبنى القناه وبيقابل المخرجه المسؤوله عن عرض لقطات الحوادث دي في القناه. لما شافت الفيديو اللي لويس صوره اتصدمت من اللي هي شافته، مش عشان هي زعلانه على اللي مات في الفيديو، لا ده هي مصدومه من كتر ما عجبتها زاويه التصوير. ولما شافت دم كتير حست ان المشهد ده هيخلي ناس كتير تتكلم عن الموضوع ده. وهنا للاسف بيبان بشاعه المجال ده، الناس بتتاجر بحوادث الموت عشان بس الفلوس والشهره. ودي كانت اول مره لويس يحس فيها ان دماغه الغريبه دي بقى ليها قيمه او ليها فايده. بعد اللحظه دي لويس قال لنفسه طب انا ليه اصور من بعيد؟ طب ما اجرب اقرب اكتر، طب ما انا ممكن اجي بدري اكتر، عاوز اكون اول واحد يوصل. ودي كانت بدايه خطيره جدا في تحوله من مصور احداث عادي لحاجه اخطر من كده بكتير. وبنبدا نشوف تصاعد الاحداث وهي شخصيته بتسوق اكتر واكتر والجنان بتاعه بيزيد. لويس احتاج حد يشتغل معاه عشان يساعده يوصل اسرع للحوادث. جاب شاب صغير اسمه ريك، والشخص ده كان مشرد تقريبا وبيعاني من الفقر الشديد. لويس ضحك عليه وقال له اللي هو كان عنده شركه زمان وقفلها، وقال له لو انت اشتغلت معايا هزود المرتب بتاعك مع مرور الوقت. وقعد يعاشم فيه كتير وبيقول له مميزات هي اصلا مش موجوده. في الاخر ريك اقتنع واشتغل معاه. بيبدا اول يوم شغل ليهم هما الاثنين وقاعدين طول اليوم مستنيين اي حادثه تحصل. وفجاه بالليل جات لهم اول حادثه، راحوا جري بالعربيه بس بسبب غلطه عملها صاحبه خلاهم يتاخروا عن الحادثه وما عرفوش يصوروا وراحوا لمكان تاني. بعدها كالعاده وصلوا متاخر وكان ممنوع التصوير. طبعا لويس زهق وقال مش كل شويه هتاخر ومش عارف اصور. قام عمل ايه بقى؟ لاحظ ان في باب الفيلا مفتوح ودخل من غير ما حد يعرف ومن غير اي استئذان، وبدا يصور كل مكان في الفيلا دي. وكان في صور كده على الثلاجه عدل مكانها عشان تبقى متناسقه اكتر مع بعض. راح بعدها للمخرجه عشان يبيع
بتبيع الفيديوهات وكانت مبسوطه جدا اللي هو ازاي انت صورت حاجات حلوه قوي كده. بس الشخص التاني ده ما كانش عاجبه الموضوع، كان شاكك ان في حاجه غلط، حتى قعد يقول له انت ازاي دخلت من غير اذن. كل ده ولويس بيحاول يضحك عليه باي كلام، وفي الاخر بيطلع من الموضوع اللي هو بيعمله ده. بعدها بيتكلم مع المخرجه وبيقعد يقول لها اللي هو حب الشغل ده جدا وان هو مستعد يطور من نفسه اكتر واكتر. وبنبدا هنا نشوف هوسه بتصوير الجرائم بيزيد. بعد ما الجنان بتاعه بدا يزيد اكتر راح لكذا حادثه يصورها ويبيعها، وفضل كده مده طويله جدا. بنلاحظ في الاخر اللي هو اشترى عربيه جديده، وعربيه بان اللي هي غاليه. العربيه شكلها جامد قوي بصراحه، ودي نتيجه الفلوس اللي هو عملها من الشغلانه دي عشان يسهل عليه وصول للحوادث بسرعه. بعدها بيسمع لحادثه تانية، والمره دي بتبقى مختلفه جدا عن اللي فاتوا. بيوصل لمكان الحادثه بسرعه بسبب عربيته الجديده اللي هو لسه شاريها. وصل بسرعه لدرجه اللي هو وصل قبل ما الشرطه توصل. بيروح لمكان الحادثه وجه عشان يصور، لاحظ ان الجثه مش هتبان كويس في التصوير، قام نزل بنفسه وسحب الجثه في مكان احلى عشان تبان كويس في التصوير. رجع يصور تاني وكان بيبص كده بصه فخر وانجاز عشان كان عارف ان الفيديو ده هيعجب المخرجه جدا. راح الشركه واستلم الشيك بتاعه، والمخرجه شافت دم على هدومه وبتقول له هو في دم على القميص بتاعك، هو ايه الدم ده؟ اما غير الموضوع على طول وقال لها بقول لك صح، انا سمعت ان في مطعم مكسيكي حلو جدا. بعدها قالت له تاني ان في دم على هدومك. بعدها غير الموضوع تاني ورجع كلمها في نفس موضوع المطعم وقال لها اللي هو عاوز يطور علاقته معاها. قالت له يا ابني هو انت مجنون، انا اكبر منك بالضعف. المهم اللي هي رفضت تخرج معاه، اما هددها وقال لها انت كده بتدمري الشغل اللي ما بيننا. وهو بيبتسم كده الابتسامه المستفزه بتاعته وهو واثق من نفسه. هي طبعا قلقت فوافقت في الاخر، وبالفعل راح بعدها للمطعم. قال لها اللي هو بس مش بيقدم فيديوهات ناجحه، لا هو كمان السبب في نجاح القناه بتاعتها، وبالتالي انا شايف ان احنا نبقى في علاقه مع بعض. وانا قصدي على علاقه شخصيه مش علاقه شغل. هنا شخصيته الحقيقيه بدات تبان، لان في الاول كان بيترجاها لا تقبل الفيديوهات بتاعته باقل سعر، ودلوقتي لما عرف ان هي ممكن تفشل من غيره بدا يستغلها وحاول يطلع منها باقصى استفاده ممكنه. لويس بيروح بعدها لمكان حادثه تاني ومعرفش يدخل بسبب اللي هو اتاخر. بيجي بعدها المنافس بتاعه وكان واضح يعني اللي هو جه قبله وصور لقطات احسن منه، فبالتالي هياخد فلوس اكتر منه. لويس بالنسبه له الشخص ده بقى عائق. لويس بعدها راح الشركه وهو كان مصور فيديوهات عبيطه، حادثه عربيه وبتاع وحاجات تافهه حرفيا. المخرجه فضلت تزعق له وتقول له مش ده اللي انا كنت مستنياه ومش ده اللي انت وعدتني بيه، انت مستواك بدا يقل. عشان لويس بيحب الشغل ده جدا اتضايق اللي هو ما بقاش عارف يجيب فيديوهات كويسه زي الاول. رجع البيت وطلع غضبه كله في مرايه الحمام. بعدها فهم ان المشكله في المنافس بتاعه، فقرر يعمل حاجه خبيثه جدا. راح للعربيه بتاعته وكان ظاهر وهو بيطلع من تحتها وواضح ان هو بوظ حاجه فيها. بعدها لويس بيجي له خبر لحادثه تانية، ويا ترى مين اللي عمل الحادثه دي بالظبط كده؟ منافس لويس اللي كان بيقعد يستفزه. يعني هو ما استكفاش بس بان هو مات في الحادثه، لا ده كمان راح صور الحادثه بتاعته كمان. واللي يلعب اكتر اللي هو صوره وهو بيموت، حرفيا كان بيصور كده من غير اي رياكشن في وشه. وهنا المخرج كان حابب يورينا في اللقطه دي بالذات ان الناس اللي بيصوروا الحوادث وكده ما بيكونوش عندهم اي ذره مشاعر او اي ذره انسانيه، اهم حاجه بس يصوروا بمشهد كويس. بنوصل بعدها للحادثه اللي غيرت حياته كلها وبقى مجنون اكتر بسببها، حادثه اطلاق نار. بيروح هناك باقصى سرعه ووصل قبل الشرطه. دخل الفيلا وشاف المجرمين وهما بيهربوا، استخبى تحت شجره كده معينه وصورهم وهما بيهربوا، وكمان صور العربيه بتاعتهم. دخل الفيلا وصور الاسلحه اللي على الارض وكل الجثث اللي موجوده جوه الفيلا. صور 3 جثث جوه ميتين، صورهم بكل الزوايا حرفيا، فوق تحت يمين شمال، حرفيا كان واخد راحته على الاخر. المنافس بتاعه مش موجود، الشرطه لسه ما وصلتش، فقال لنفسه اللي هو يصور بمزاج احسن. المهم بعد ما مشي وقف كده على جنب بيشوف الفيديوهات اللي هو صورها، وكان حرفيا هيتجنن من جمال اللقطات اللي هو صورها، اللي هو ازاي انا معايا حاجات قويه قوي كده. راح للشركه بعدها وادى المخرجه الفيديو اللي هو لسه مصوره، وكانوا كلهم في الاوضه ومصدومين اللي هو ازاي لحق يصور والخبر لسه ما اتنشرش في اي مكان، وازاي قدر يوصل قبل الشرطه. المهم قرر في الاخر يبيع الفيديو ب$15,000. ومش كده بس، قال لها بعد كده اسمي هيتذكر في كل فيديو بالصوت مش كتابه بس، واسم شركته اللي هو لسه حرفيا مألفها، وان هي تقعد تمدح فيه قدام المخرج ومدير القناه وكل اللي شغالين فيها، مع البصه المخيفه بتاعته والتبريئه المرعبه وعينه الواسعه وكل الكلام اللي رصه ورا بعض ده. طبعا المخرجه خافت ووافقت بعدها على كل حاجه هو قالها. وبالفعل بعدها وهي القناه بتنشر الخبر ذكرت اسم الشركه بتاعته وذكرت كمان اسمه هو شخصيا، وقالوا في الاخر اللي هي شركه كويسه جدا، وقعدت تمدح فيه هو والشركه بتاعته، وكل ده هو بيبتسم وفرحان جدا. والمشهد ده بيورينا اللي هو مهووس بالنجاح ومهووس بالطمع بغض النظر عن اي حاجه هو عملها خلته يوصل للمكانه دي. بعدها بنوصل لاكتر حاجه مرعبه هو عملها في الفيلم كله، اكتر حاجه حرفيا ما فيهاش ذره انسانيه. فتح الفيديو اللي كان مصوره وجاب رقم لوحه العربيه من الفيديو وتتبعها من موقع معين، ووصل لمكان العربيه وفضل مستني الناس اللي جوه اصحاب العربيه دول اللي هم يطلعوا بره البيت. بس ليه كان بيعمل كل ده؟ عشان في جايزه كبيره جدا بتوصل ل$50,000. اللي هيعرف مكان الناس اللي عملوا اخر حادثه دي هياخدوا ال$50,000
50,000 دولار دول. لما شريكه عرف الجايزه طمع هو كمان وطلب نص الجايزه دي، يعني ال 50,000 دولار تتقسم على الاثنين. اما هدده وقال له لو انت ما عملتش كده انا هبلغ عنك وهتروح في داهيه. المهم لويس خده على قد عقله وقال له ماشي. اول ما الشخصين دول اللي عملوا جرائم القتل دي طلعوا من البيت فضلوا يمشوا وراهم لحد ما قعدوا كده في مطعم. قام لويس مبلغ الشرطه عليهم وقال كل التفاصيل، لون بشرتهم ولون شعرهم ووزنهم وطولهم واللبس اللي هم لابسينه والمكان بالتحديد اللي هم موجودين فيه. وقتها كان مجهز كذا زاويه تصوير، الزاويه اللي هو قاعد فيها في العربيه وزاويه تانية خلى شريكه يقف فيها، بس صاحبه وقتها ما كانش راضي ينزل يصور. لويس قال له وقتها انا بكره البشر ولو ما عملتش اللي انا بقول لك عليه دلوقتي انا هاذيك جسديا. عارفين الواد اترعب بعدها ووقف في المكان المطلوب وصور هو كمان. لويس طبعا عارف ان وقتها هيحصل مجزره بين المجرمين والشرطه، عشان كده كان مجهز كذا زاويه تصوير عشان يطلع باحلى ماتيريال. الشرطه جت واول ما دخلت حصل ضرب نار بينهم هما الاثنين، وفي ناس جوه المطعم ماتوا وحرفيا حصل كوارث. كل ده وهما الاثنين دول بيصوروا. المشكله هو عمل حاجه مرعبه اكتر من دي بمراحل. في مجرم منهم قدر يهرب من الشرطه بالعربيه، الشرطه كانت بتجري وراه وكل ده ولويس وراهم برضو بيصوروا كل مطارده دي بالتفصيل من اولها لحد النهايه بتاعتها. فجاه العربيتين اتشقلبوا وبقوا في لحظه ممتازه للتصوير. لويس نزل الاول بيبص على المجرم وبيشوفه مات ولا لا، هو لقاه صاحي بس قال لشريكه اللي هو ينزل يصوره عشان هو مات. شريكه طبعا صدقه ونزل يصور كده بحسن نيه. لويس كان مستخبي وراه والمجرم فجاه طلع مسدس وقتله. شريكه مات قدام عينه وهو حرفيا ما اداش اي رياكشن. بعدين الشرطه جت وقتلت المجرم وكل ده وهو لويس بيصور. انتوا مستوعبين اللي حصل؟ مشكله هو مصورش المجرم اللي مات بس، لا ده صور شريكه كمان وهو بيموت، اللي هو الطمع وجنان وجشع مش طبيعي. راح للمخرجه بعدها بتاعته ووريها الفيديو وقالت له ثانيه واحده مش اللي ميت ده شريكك؟ كل برود قال لها ايوه هو شريكي. والصدمه هي كمان عجبتها اللي هو عمله. حرفيا هما الاثنين مرضى نفسيين، هما الاثنين مجنونين اكتر من بعض. المحققه في الاخر حققت مع لويس وفضل يالف حوار وعرف يهرب من اللي هو عمله ده والفيلم خلص على كده. بنعرف ان لويس في الاخر شخص ذكي بس ما عندوش ولا دم ولا اي ذره ضمير، مستعد يبيع كل الناس اللي حواليه مقابل بس اللي هو ينجح في اللي هو بيعمله ويبقى غني اكتر، يبقى معاه فلوس اكتر. بدليل اللي هو كان بيفرح لما بيصور فيديو حلو او الاعلام بيقعدوا يمدحوه باسمه على التلفزيون او الحاجات دي كلها. تقييم الشخصي للفيلم هو 9/10. الفيلم فكرته ممتازه جدا عشان بيعرض الجانب السيء المظلم من الاعلام اللي بيستغل الحوادث مقابل الشهره والفلوس، ده غير تصاعد الاحداث اللي في الفيلم ممتازه جدا. وكده هيكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه. كان معاكم علي، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.